ايوه، ايه السبب انه فري؟ احنا هنا في امريكا بندفع قد كده، اشمعنى انت فري؟ عرفنا بقى الطريقه. انت بتحسديني ولا ايه؟ لا بص يا ست الكل، طبعا حقك عليا وحقكم عليا. المفروض ان انا كنت وضحت في الفيديو الاخير ده ايه السبب، لكن انا كنت عامل فيديو من يومين، في الناس يعني اكتريه الناس عارفه الموضوع يعني، لكن انا كنت برضك المفروض يعني كنت عملت حسابي ان انا وضحت، لان في بعض الناس مش فاهمه الموضوع. يعني اللي حصل بالظبط ان انا يوم الجمعه اللي فات كنت باكل فستق متقشر، وانا باكل كده حسيت كده زي قشره مثلا بتاع، فرحت بليعها. يعني عايز اطلعها مش عارف اطلعها، قفشه في بعض، فرحت بليعها. المهم بشرب ميه بعدها لقيت وجع، فبعمل كده لقيت نص الطربوش بتاعي وقع، اتاري هو اللي انا اكلته. قلت احمس يا عم ميسو. طبعا كنت متضايق جدا، وعملت فيديو كنت متضايق جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا لسه عامله من سنه، وكمان قبل ما اعمله كان الطربوش ده كان الدكتور في مصر يعني كان عامل لي طربوش واحد على ضرسين مع بعض. حتى هنا الدكاتره في امريكا مستغربين ليه عمل لك طربوش واحد على ضرسين على مع بعض، لكن كنت بقول لهم ولا في وجع ولا في اي حاجه خالص، وحلو وبقاله 8 سنين. المهم يعني هم اصروا ان هو لازم يتغير عشان في تحته بكتيريا، وعشان لازم يتنضف، لازم كل ضرس يتنضف لوحده. فالمهم يعني بعد ما اصروا، يعني انا كنت ساعتها في الوقت ده مضطر، لاني ما كنتش عارف انزل مصر عشان ما عنديش اجازات خالص، وقلت لهم ماشي. المهم بقى عملوا حركه بقى، ان هم كان على اخر السنه قالوا لي بص احنا هنعمل ليك جزء دلوقتي، واحد دلوقتي والتاني بعد اول سنه، عشان يبقى التامين هنا شايل شيله والتامين شايل شيله السنه الجديده. فهم عملوا معايا الحركه دي. طبعا لسه برضك دفعت مبلغ معدي $1,500 على كل واحد، ما علينا يعني، او مش فاكر بقى، بتاع $1,200 بعد التامين يعني، حاجه زي كده يعني، على كل واحد فيهم يعني. آه طبعا انا عارف ان الحاجه دي بتكلف جامد جدا، فطبعا انا كنت متضايق جدا. فروحت بقى للدكتوره، آه قلت لها بص يا دكتوره، دلوقتي حصل كذا كذا كذا. قالت لي بص انت الطربوش عملته يوم 7/9/2023، بقاله سنتين. طبعا انا فاكر بقاله سنه، السنين بتجري بسرعه يا جماعه، بتجري هوا. اتاري بقاله سنتين. طبعا وانا ولا اتكلمت في فلوس ولا اي حاجه خالص، هي من نفسها كده قالت لي الطربوش اصلا المفروض ما يتكسرش، فاحنا كل حاجه هتتعمل النهارده، كل حاجه هتتعمل النهارده، اشاعات وكل حاجه وطربوش جديد وكل حاجه، كل ده مجانا، احنا شايلين كل حاجه. طبعا لما قالت كده انا كنت فرحان جدا، لان انا عارف على قد ما شكرت في الدكاتره بتوع مصر بتوع الاسنان، على قد برضك لو انا رحت لدكتور فيهم وقلت له الطربوش بتاعي اتكسر بعد سنتين، فركبه لي مجانا، هيقول لي اطلع بره يا ابني. لا مؤاخذه كده، الحقيقه تتقال. المهم يعني الا لما رحم ربي يعني. المهم يعني طبعا هي عملت كل حاجه مجانا، وانا قاعد هناك ما كملتش ساعه بالظبط، عملوا كل حاجه، كل حاجه، الاجهزه عندهم وكل حاجه، بيعملوا كل حاجه جوه العياده، وكله شغل كمبيوتر وبتاع. فيعني الحمد لله يعني ركب ومية مية. وقالت لي السبب اللي هو حصل كده، لان انا الضرس اللي تحت ده كان منحول شويه، فكان عمال يخبط في الكراون، وانا عندي مشكله في اسناني، ان انا يعني وانا نايم بقعد ايه اعمل زي كده، فهم مديني حاجه كده المفروض البسها يعني وانا نايم، لكن انا بكسل يعني. فالمهم يعني قالت لي حاول تلبس يعني الكفر ده وانت نايم، ولو لا قدر الله يعني اتكسر تاني، هم هيركبوا الجولد. هي قالت لي كده النهارده، بس كده يعني. ده كان يوم النهارده، والحمد لله يعني كله تمام يعني، والحمد لله. السلام عليكم. ادي يا عم عيسى.